ايش في؟ لا من جد يعني رحلة صعبة يعني. يعني تفقد صديق أخ لك يعني من جد يعني تحملها مع بصيره يعني في كل. بس تبكي يا عبد الرحمن؟ والله ماجد يعني من جد يعني انت يعني بغض النظر او يظل صديق يعني تعامل معه كمدرب وكذا، فلحظه الفراق مهما كانت صعبه مهما كان يعني حتى اي انسان عشت معه تصعب عليك، يعني تصعب عليك النتيجه، تصعب عليك المدرب، يصعب عليك يعني يعني بصراحه الوضع مخوفني. فشل بوسيرو؟ فشل بصيره بامانه، لم يوفق بصيره. محمد انت مع ولا ضد اقاله بوسيرو بصراحه؟ والله ما ادري. كيف ما تدري؟ سؤال ما اقدر اجاوب عليه. اللي بقدر اكلمك عنه يعني مباراتين جايين ان شاء الله، يعني المباراتين الجايه هذه ان شاء الله يعني ربي يوفقنا فيها ونقدم مستوى ونظهر بصوره طيبه. والله احنا بصراحه المدرب اللي يكون موجود نحاول انه نتاقلم معه مع الشيء اللي هو يبغاه. كنتوا متاقلمين؟ نحاول نتاقلم معه من الشيء اللي هو يبغاه. طيب يعني إن كان ناصر ولا بسير ان شاء الله كلهم فيهم خير بركه. بسير ما قصر بصراحه. راح يعني خلاص انطوت صفحه بخير وبشره. مدرب علاقته جيده باللعيبه، ناهيك عن الامور الفنيه هذه امور المسؤولين والجهاز الاداري هم اللي يتكلمون فيها، وهم اخبر منا في الموضوع هذا. احنا ما وصلنا كلعيبه لدرجه ان احنا نقيم مدرب هذا كويس او هذا ما هو كويس. يعني استلمت المهمه بعد بوسيرو، 23 لاعب اختارهم بوسيرو، لو كنت انت مكان بوسيرو ستختار نفس ال 23 اللي موجودين معك الان؟ انا قلت 100 لاعبين اليوم انه اللاعبين اللي متواجدين الان في المنتخب السعودي هم افضل لاعبين متواجدين، ولكن هذا ما يمنع أن يكون فيه لاعبين آخرين يمكن يكون لديهم إصابة أو يمكن ما اختيروا من في هذا المنتخب، ولكن أعتقد أنه ال50 اللي بعثت أعتقد أنها من أحسن اللاعبين المتواجدين في المملكة العربية السعودية. كثير كلام كبير أنك جيت للدوحة يعني ستاند باي، في حال أنه بوسيرو لم يوفق في المباراة الأولى فإنك أنت الخيار اللي موجود. هذا غير صحيح، وأنا الحقيقة استمعت لبعض النقاد اللي قالوا أنه كانت النية مبيتة انه ناصر الجوهري يكون متواجد في الدوحه لانه بيسير. انا اقول لك حاجه معينه. انا موجود في الاتحاد السعودي كمستشار فني، لي الحق ان اكون في كل الدورات اللي